السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشتعل الصراع بين العصابة على كعكة كرة القدم. علاء وجمال مبارك ظهروا امبارح في الاستاد وسط الناس في مشهد اوغر صدور الشلة اللي حوالين السيسي، فقعدوا يسخنوه. دول عملوا اللي انت مش عارف تعمله، دول هيكسبوا ارض بالكرة على حسابك يا كبرنا. ده انت ما بتعرفش تظهر وسط اي تجمع الا في الكنيسة ما شاء الله عليك. هكذا قال منتفع السيسي وتباعه. فصيح السيسي مولع واصدر فرمان لوزير الشباب فليحضر محمد صلاح فورا عشان يتصور مع السيسي لقطة قدام لقطة. هكذا تدار البلاد العسكرية. وليك حق ولينا حق والمصر حق ان تجد اجابات على اسئلة من عينة. هل فعلا صلاح زي تريكة سائرا على درب الحرية ام ماسحا اياه باستيك؟ هل تعلم صلاح من درس ابو تريكة الغالي وان اللي ما يسلمش على بابا العسكري زي ما حصل مع ابو تريكة وطنطاوي فطريقه مسدود 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 يا ولدي؟ هل اجبر صلاح فعلا على التبرع قهرا لتحيا مصر واقتيد للاتحادية تحت تهديد التجنيد الاجباري، خصوصا ان مواليد 92 واتفصل من معهد التعاون واتدخل ابراهيم محلب عشان يحل مشكلة التجنيد قبل كده وقالوا له ها هتيجي ولا نفتح الملف وندمر مستقبلك؟ وساعتها ما تقدرش تفتح بقك. ايه هتقول انك مستاء من اداء الواجب الوطني؟ ولا صلاح من بتوع اشتري دماغك واضرب التحية وحدش واديله، المهم ترضي السيادة او البيادة مش فارقة. وايه يعني تعرضتين على الماشي ومشي حالك يا استاذ؟ ولا البلد دي حظها قليل في نقابها وجينات الرجولة في مشاهيرها اصبحت عزيزة؟ ولا البيادة تقيلة تقيلة تقيلة؟ عجبني الكوميكس، قال لك السيسي يستقبل اللاعب الدولي ويعبر عن تقديره لنموذج التبرع، نموذج صندوق تحيا مصر. قالت له اقفل يا واد، مش قادر اشوف صلاح وهو بيعرض. الله غالب واشوفكم بعد الفاصل. المجلس العسكري وهجومك على المجلس العسكري وكمان يعني عدم رضائك ان انت تقابل المشير حسين طنطاوي سابقا طبعا، ده الموقف الاول. موقف طبعا يعني ده نابع من جوايا، انساني من جوايا. انت كنت حاسب ان هم يتحملوا المسؤوليه؟ طبعا. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة مع معتز. البث المباشر المفروض ان هو شغال في الرابط ده اللي قدام حضراتكم، ولكنه اكيد شغال في ان شاء الله على صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة الشرق وصفحتي وحساب قناة الشرق على تويتر وحسابنا الشخصي. وايضا تقدر تنزل تطبيق اخبار الشرق على اي هاتف من الهواتف الذكية وتتابع البث المباشر على الهواء مباشرة. عزانا الخالص لمصر كلها حقيقة، والتي ما فتئت تخلع ثوب الحداد لتلبس ثوب حداد آخر. حقيقة مئات، كلمة عشرات لن تكون كافية، مئات كمان لن تكون موحية، وآلاف هي المعبرة حقيقة على المشهد اللي بيسود هذه السنوات الثلاثة، حقيقة السنوات العجاف. الله يرحم اللي ماتوا، والله يرحم اللي عايشين، والله يرحم اللي لسه هيموتوا. الله يرحم مصر، الله يرحمها برحمته. على بركة الله أبرز العناوين. السيسي يستعين بالرياضيين لتجميل وجه النظام. تعمل ايه المشطة في الوش العكر؟ وثيقة دولية تحسم مصير مصرية تيران وصنافير إن كان حد يهمه يعني. حقيقة المشهد السيناوي مؤلم جدا، والمشهد الرياضي معبر جدا. ما بين الليلة والبارحة في المشهد الرياضي حقيقة دارت حكايات وحكايات ان شاء الله هنحكيها لحضرتك بعد قليل في مع معتز. ننفرد ايه اللي في الدهاليز. في كل الاحوال تعال نشوف ابرز الاخبار اللي حصلت في
ال 24 ساعة. كمان تعالوا نتابع سريعا قبل ما ندخل ايه اللي بيحصل في الدهاليز بأبرز التصريحات اللي كمان صدرت في ال 24 ساعة. رائد سلامة: الاحتياط النقدي يكفي شهر ونصف فقط والمعارضة قادرة على الدفع بمرشح رئاسي. السادات: تسجيل وبث المكالمات عبر وسائل الإعلام انتهاك للخصوصية والدستور. سياسيون: البرادعي يحاول العودة للمشهد ولكنه بائس. خالد البلشي: النظام سقطت شرعيته عندما تنازل عن تيران وصنافير. نجاد البرعي: الناس تجاهلت الغلاء وتيران وصنافير وانشغلت بتسريبات البرادعي. معصوم مرزوق: مستعد لحمل السلاح وحدي للدفاع عن تيران وصنافير. خبراء عسكريون: تسريب عنان البرادعي تم بمعرفة جهة سيادية. الزاهد: سنعتبر تيران وصنافير أرضا محتلة إذا أصر النظام على تسليمها للسعودية. داوود: لن نسمح للسلطة بسجن مزيد من الشباب الرافض لقراراتها. زوجة محمد مهدي عاكف: حالته الصحية متدهورة للغاية ومحبوس انفراديا. ممدوح حمزة عن تسريبات البرادعي: كلنا بنشرب من نفس الكاس. صباحي عن تسريبات البرادعي: مهاترات ولا وقت لدينا إلا لتيران وصنافير. السناوي عن تسريبات البرادعي: أسدلت الستار على أي دور مستقبلي له. نجلة مهدي عاكف: الأمن منعنا من الاطمئنان على صحته. أيمن نور بعد تفجير العريش: نسأل الله أن يرفع عن مصر هذه الغمة. عبود الزمر يطالب بوضع السيدات في طليعة المفرج عنهم ضمن العفو الرئاسي. سيف الدولة عن دهس الإسرائيليين: الشعب الفلسطيني يرفض الانكسار. محمد العدل عن تفجير العريش: احنا مش هنخلص من موضوع الكمائن الثابتة. خالد أبو بكر عن تفجير العريش: متى ستتوقف كل هذه الدماء؟ داعية كويتي: عملية دهس الإسرائيليين تؤكد قوة الشعب الفلسطيني. حمدين صباحي عن تفجير العريش: اللهم مكن مصر من اقتلاع الإرهاب الأسود. هاني توفيق: موقف الحكومة من قرض صندوق النقد يخل بالسلامة الاقتصادية للدولة. نادر نور الدين: ارتفاع الأسعار مسؤولية مشتركة بين وزارتي الزراعة والتموين. كمال خليل: دهس الإسرائيليين في القدس عملية فدائية وبطولية. قبل ما نروح الاستاد خلينا في الاول نروح الجورنال. جورنال كده اسمه جورنال مصر، خد صفحة كاملة قال لك يناير يجمعنا شعار اسقاط الدولة. تقريبا جورنال مصر ورانيا محمود ياسين عندهم بيتعالجوا عند نفس الدكتور، يعني نفس الدكتور النفساني، او يتعالجوا عند نفس الدكتور النفساني اللي بيعالج بعض، بس بيوريك قد ايه. هقول لك انا بس الخلاصة. قال لك يناير يجمعنا شعار اسقاط الدولة. اخوان القاهرة، المكتب العام للجماعة، مراجعات فكرية سورية، الجماعة في اسطنبول، الاصطفاف الثوري، الحل ومعرفش ايه. يناير البداية ولن نتوقف إلا بإسقاط النظام. 6 إبريل تسخين الشارع والمتاجرة بتيران وصنافير. نقر بأخطائنا وندعو للجميع أن يفعل مثلنا لنقود الثورة الجديدة. الموقعون على التحريض اللي هو بيان يناير يجمعنا واللي سبقوا ميثاق الشرف. التنظيم الدولي يصدق على هيكل جديد للجناح المسلح في مصر بقيادة زوج نجلة معرفش مين. سيبك من الهاتش ده. شوف حضرتك ده كله في إرهاصة صغيرة لتجمع. إرهاصة صغيرة لتجمع. كله جاله قشعريرة. كله بيتجنن. الموضوع واضح وبسيط وسهل ومش معقد، وبيتقال امبارح وبنقوله النهارده وبكره.